دماغ الإنسان من الأعضاء المعقدة جدا. طب إزاي نقدر نضيف عادات أو سلوكيات تخلي دماغنا أقوى؟ في البداية لازم تعرف إزاي أصلا دماغك تكون أقوى. في خاصية مهمة جدا في الدماغ اسمها المرونة العصبية. المرونة العصبية دي هي قدرة الدماغ على تقوية الروابط بين الخلايا العصبية، وكل ما كانت الروابط دي أقوى كل ما هتقدر تتعلم مهارة جديدة وتكون أقوى فيها. يعني مثلا وانت طفل صغير بتتعلم المشي، كل ما تحاول وتقع وتحاول تاني وتقع تاني الروابط دي هتفضل تقوى وتساعدك على المشي. نفس الكلام مثلا في حل المشكلات أو الذاكرة، كلها روابط عصبية، كل ما تقويها كل ما تكون أقوى. طب هي إزاي أصلا بنقدر نقويها؟ ده بيحصل يا صديقي عن طريق مادة اسمها مايلين. المادة دي بتخلي الإشارات بين الروابط العصبية أسرع، وبالتكرار المهارات دي بتكون جزء من حياتنا والإنسان بيعملها من غير ما يشعر. وأفضل مثال هو تعلم السواقة. في البداية بتكون متلخبط وحاسس إن الموضوع صعب، بس بعد كده بتتعود وخلاص بتلاقي نفسك بتسوق من غير ما تفكر. وممكن تتكلم مع حد وانت سايق ومش مركز أصلا في السواقة، وده معناه إن المهارة دي بقت عندك خلاص من كتر التكرار. عشان كده العادات والسلوكيات اللي هنتكلم عنها هي اللي هتساعدك إن الروابط دي تكون أقوى، وساعتها تمكنك من المهارات هيكون أسرع. فتابع الفيديو للنهاية وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل فيديو جديد. أول نصيحة: تعلم. وهنا يا صديقي عايز أقولك مش شرط تتعلم حاجة معينة، لأ، اتعلم أي حاجة تقدر تتعلمها. اتعلم لغة جديدة أو فوتوشوب أو البرمجة أو الرسم وغيرهم كتير، وتأكد تماما إن أي حاجة هتتعلمها هتخلق وهتقوي الروابط العصبية في دماغك. وطبعا القراءة مهمة جدا، ودايما هتلاقي الشخص اللي بيحب القراءة عنده حصيلة لغوية كبيرة يقدر يعبر عن نفسه وعن أفكاره. ما توقفش أبدا إنك تتعلم، وهتلاقي نفسك مع الوقت اكتسبت مهارات جديدة وبقيت تقدر تتكلم بثقة. تاني نصيحة: التكرار. لو قريت كتاب اقراه تاني، ولو شفت فيلم وثائقي شوفه تاني، ارجع له بين فترة والتانية. وطبعا مش محتاج أقولك لو شفت فيديو مفيد على قناة إبداع ممكن تكرره تاني. التكرار يا صديقي ليه مفعول السحر في تقوية الوصلات العصبية، وهتحس بكلامي لما تكون متمكن في مهارة معينة وتبدأ تبعد عنها فترة. ساعتها الوصلات العصبية هتضعف، هي موجودة بالفعل بس خاملة، بس لو رجعت تكرر المهارة دي هتلاقيها بقت أقوى تاني. عشان كده المهارات اللي بتكررها بتغذي